كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. شخصية اليوم شخصية فريدة من نوعها، حيث عاش حياة مليئة بالتحولات والتنقلات، سواء كانت الفكرية والاجتماعية أو حتى الدينية، فقد تحمل كل التناقضات وعمل في كل الأزمات. نتحدث عن الأستاذ محمد سعيد ناود، الذي ولد في السودان بمدينة بورت سودان، وذلك في عام 1926، وهناك درس الأولية والوسطى في بورت سودان، ثم تم قبوله بمعهد بخت الرضا في عام 1952 ليتخرج بعدها كمعلم، ولكنه اتجه إلى العمل الوظيفي. برز نبوغه القومي مبكرا، وكان صاحب رأي وقضية، حيث شارك في الحركة الوطنية السودانية. وبعد استقلال السودان انشغل بتأسيس مؤتمر البجة، والتي تمثل قومية جامعة بين شرق السودان وغرب إريتريا، لكن وبسبب طاقته الكبيرة وتطلعاته للحرية دائما، فقد توجه إلى بلدنا الحبيبة إريتريا، سعيا منه لتحريرها ونضالا منه لدعم حقوق المستضعفين، فارتبط وجدانيا ببلدنا الحبيبة، وترك خلفه في السودان الكثير والكثير، لكنه لم يشغل تفكيره في ذلك الوقت إلا استقلال إريتريا، حيث كان يحمل ناود نقاء نادرا وشغفا منقطع النظير، فتحمل المصائب والمخاطر في زمن مليء بالأزمات، فأسس حركة سرية في عام 1958، وكانت تعرف بحركة تحرير إريتريا، والتي كان شعارها الأساسي هو الوحدة الوطنية بين الإريتريين، كما أنه كان يقوم بجولات سنوية في بعض الدول الإريترية لدراسة قضايا أهلها والشعور بما يشعرون، فمقياسه الأساسي هو الوطنية والحرية. استمر ناود في قيادة حركة تحرير إريتريا حتى تم دمجها مع قوات التحرير الشعبية، فأصبح عضوا في البعثة الخارجية، وأيضا مسؤول مكتب الإعلام. وفي المؤتمر الأول لقوات التحرير اختير عضوا في المجلس المركزي، وأيضا عضوا في اللجنة التنفيذية، ثم نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية، وفي فترات لاحقة أصبح رئيس المكتب السياسي. ولأن حياة محمد سعيد ناود لا تعرف الاستقرار، توجه نحو الكتابة الإبداعية والتاريخية، فكان صاحب أول رواية في الأدب الإريتري الحديث المكتوب باللغة العربية، واسمها رحلة الشتاء، وكان ذلك ببيروت في عام 1979. وتوالت بعد ذلك الكتب والروايات للأستاذ محمد سعيد ناود، الذي كان تاريخه النضالي مثال للنزاهة والضمير، عرفها عنه كل من سمع به أو قرأ عنه، لكنه رحل عن الدنيا في عام 2010 بأسمرة عن عمر يناهز 75 عام، بعد رحلة شاقة وحياة حافلة. رحل محمد سعيد ناود وهو ابن للسودان وإريتريا في نفس الوقت، في حالة فريدة ورؤية لا يراها الآخرون، حيث جسد الروابط التاريخية العميقة بين البلدين، لذا يستحق أن يكون ضميرا أخلاقيا لشعبنا الحبيب. تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات